ورجعنا من جديد. بقالي 4 شهور ما بصورش حتى الريلزات. حصل عندنا دروب وحش قوي في بيتنا، يعني ماما كانت تعبانه تعب شديد. بصراحه نفسيتي كانت تعبانه، ما كنتش عايزه اصور. يعني قلت اصور ليه بقى وانا نفسيتي تعبانه، ملوش لازمه الناس تشوف ايه. زعلنا يعني. قلت اسلي نفسي وافتح القناه تاني. خاصه انا مش فاتحاها بمزاجي بصراحه. انا جالي تهديد على الايميلات ان انا لو ما فتحتش القناه واصور تاني، والله هذا حصل، ان القنوات هتسحب، الحساب نفسه هيتسحب. انا اوريدي جايلي وقف الربح من فتره، يعني بقى لي فتره كده ما فيش ارباح على القنوات. فده كمان كان مشجعني ان انا ما اصورش، وقلت لا، الوقت اللي انا قاعده فيه ماما اولى بيه. تمام. فالحمد لله يعني. دلوقتي بقى بيقولوا لي ان هم هيسحبوا الايميل نفسه. فبصراحة دي حاجة تزعل قوي قوي، وخاصة انا ممكن اضحي بحسابي التاني، لكن حساب مامة ايمي بالذات عشان خاطر بتاع ماما. يعني انا بحب ماما تظهر فيه وتصور فيه، فاستحالة ان انا اضيعه يعني ان شاء الله. الا اذا ضاع بقى غصب عني، فده هيبقى خاطر بسبب ان انا كنتش فاضياله خالص بصراحة. طبعا الناس اللي بتقول ده مشروع مش مشروع، هو مشروع بس اللي محتاج يصور كل يوم، او يعني مش محتاج، لا، ان هو فاضي يصور كل يوم، ان هو ما عندوش اي مسؤوليات ولا اي حاجة. انا طبعا مسؤوليتي اللي انا بقول ببقى مشغولة مع ماما. يوم كام يوم اروح لها، وكنت الاول ببات معاها، يعني ببات معاها على طول بصراحة، فين وفين على ما بروح بيتي. فده اللي بيخليني برضو مشغولة مع ماما. فبالتالي احنا ان شاء الله هحاول ارجع تاني اصور تاني اللي اقدر اصوره. كنت بحب قوي فيديوهات العربيه، ان انا اصور وانا وزوجي في العربيه مع بعض واحنا رايحين لماما بنجيب لها الطلبات. والايميل ده كنت احب قوي اظهر ماما، اخش عليها مفاجاه كده، اقول لها ماما البسي صرحتك هنصور كده. اولا الفيديوهات دي بتبقى ذكرى. ربنا يخلي لي ماما طبعا وكل حاجه، بس بتبقى ذكرى كده ان هي موجوده. انا احيانا قاعده اتفرج عليها وقاعد اضحك على الفيديوهات وعلى الكلام اللي انا وهي بنقعد نقوله. في فيديو انا عاملاه لها كانت مفاجاه، كانت هي نايمه وانا كنت قاعده من ضمن الفتره اللي هي كانت تعبانه جدا، كنت انا عايشه معاها في الفتره دي. ففي فيديو انا كنت عملته لها مفاجاه. ضحكتها في الفيديو دي نفسه خلاني ان انا اقول لا، حرام اضحي القناه دي. اولا هتبقى موجوده معايا واشوفها في اي وقت من الاوقات، الفيديوهات لما احب ارجع لها. فكده يعني ربنا ما يحرم حد من امه ابدا يا رب. بس فقلت بقى ارجع اصور تاني اهو، اي حاجه انا بحب اعملها اصورها لكم، وارجع تاني اصور لكم فيديوهات في العربيه انا وزوجي احنا رايحين لماما. بنبقى نعمل مقالب، نقعد نضحك نهزر كده. انا قاعده اعمل فيه مقلب الصبح وهو جاي ياخدني من عند ماما. المهم في فيديوهات كتير حلوه قوي كده، انا بحب اتفرج عليها، وناس كتير قوي شافوها كتبوا لنا كومنتات حلوه يعني. ده يخليني ارجع برضو. بس انا مرجع يعني ما حاولتش ارجع تاني لما لقيت ماما يعني ابتدت تشم نفسها. الحمد لله بفضل الله تعبانه، الحمد لله على كل شيء يعني. بس حرام اضيع الايميل ده، انا تعبت فيهم جدا. وفي فيديوهات حلوه قوي قوي جايبه ريتش عالي وحلوه، يعني حرام تضيع. فان شاء الله بقى نرجع تاني وفيديوهاتنا تعجبكم، وتتابعونا، تعملوا لنا لايكات على الفيديو عشان يتشاف. كل ما تعملوا لايكات الفيديو يتشاف وتشاهدوه. بس ان شاء الله مش هتندموا يعني. ونشوفكم فيديوهات كده كتير على خير، وان شاء الله اطلع ماما معايا بس لما تكون قادره تصور او قادره تتكلم، عشان هي تعبانه تبقى مش قادره تظهر يعني وكده. فان شاء الله نرجع لكم تاني والفيديوهات تعجبكم وتتابعونا، والايميل ما يتحذفش ويفضل موجود عشان انا تعبت فيه. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.